يلا بينا كده على السريع نعمل طبق بطاطس آه، صغير كده بنص فرخة كده. ليكي الكمية اللي انت تناسبك. احنا هنا كنت عايزة هي وجبة غدا للنفرين، وكانت مش عايزة اكل الصراحة يفيد مني. فهي كده رحت مطلعة نص فرخة، وكمان حطيت بصلاية كبيرة كده قطعتها مكعبات، وكمان جبت قرن فلفل حامي. لو مش بتحبي الحامي طبعا حطي فلفل عادي بارد مفيش مشكلة. وانا هنا بقى نسيت احط توم. شفتوا بقى الاعتراف بالحق فضيلة. انا نسيت هنا احط معلقة توم، التوم برضه هيفرق معاكي في الطعم. كمان حطيت معلقة بهارات فراخ على الفرخة بتاعتي وتبلتها، وكمان الطماطمايه اهي كمان، وهنزل بيها على البصلة بتاعتي، وهسيبهم بقى كده مع بعض ياخدوا يدوا في التشويح شوية. طبعا التوم بيفرق قوي يا بنات، بيبقى ريحته حلوة. لو حابة تحطي فص توم حطي. كمان انا كنت هنا مقطعه بصل بطاطسايه واحده، وعاملاها برضه مكعبات، هو كله مكعبات يعني. وسبتها في الميه شويه، وبعد كده هوسع لها بقى كده حبه في الطاسه، وانزل بالبطاطس، وهفضل اقلب فيها شويه. في خطوة كمان انت ممكن تبدليها، يعني بدل ما تحطي البصل والفلفل والطماطم الاول، لا ممكن تحطي البطاطس الاول في الزيت وشوحيها وانزلي بالخضار. الخطوة اللي تعجبك اعمليها زي ما انت عايزة. احنا علينا ان احنا نقول افكار مع بعضينا، والصح والاسهل واللي يعجبك اعملي بيه. هنا حطيت حبة ملح وفلفل، وهفضل اشوح في الخضار بتاعي شوية، وبعد كده هنزل عليها بكوباية مية، وهغطيها وهسيبها تستوي 3/4 سوا. ليه؟ لاني انا لسه هكمل سواها في الفرن. انا هنا كانت البطاطس خلاص بقت مستوية يعني 3/4 سوا، ورحت نازلة بيها على الطاجن بتاعي. وفي نفس الطاسة هحط حبة زيت بقى، وهنزل احمر الفرخة او حتة الفرخة اللي عندي. ولما تتحمر وتاخد لون على الوشين، هحطها على طاجن البطاطس واحطها في الفرن تكمل سواها. طبعا انا كنت بعد ما بحمر الفراخ بحط لها حبة مية برضو تكمل سواها شوية، بحطها فوق البطاطس وادخلها الفرن في النص. ولما تستوي بولع عليها الشواية، والف هنا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم.